السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. صل على الرسول فإن فيها تيسير للأمور. اللهم صل على سيدنا محمد. إن شاء الله بإذن الله وبحول الله وقوته أنا بجيب لك المعلومات المهمة عن الفجوري الجامبو. طبعا الفجوري الجامبو منها نوعين. النهاردة أنا جايب لكم النوع اللي هو البرو. تمام. طبعا الموتوسيكل ده عن تجربة موتوسيكل مميز جدا 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 في السوق المصري. طبعا شركة فجوري معروفة ان هي نزلت انواع كتير من الموتوسيكلات وبخامات محترمة. هو بعض المكن فيه عيوب زي مثلا الفجوري بخصوص يعني الكريبرتير او الحاجات دي، بس طبعا الشركة بتشتغل على العيوب وبتعدلها، فده شيء كويس يعني. النهاردة انا جايب لك الفجوري الجامبو، الفجوري 4 جامبو الاستيراد، الموتور البرو. المكنة دي منها نوعين. نوع الموتور بيبقى عليه العلامة اللي هوريها لحضراتكم دلوقتي، اللي هي دي. تمام، زي ما حضراتكم شايفين ليه علامة الأسد بتبقى موجودة على الموتور، لكن ما بتبقاش موجودة العلامة دي على الموتور البرو. احنا معانا النهاردة طبعا الموتور البرو. تمام. المكنة دي استيراد وحاجة وخامة ما شاء الله محترمة جدا جدا. المكنة كنت جايبها وخايف منها، ولكن بسم الله ما شاء الله المكنة عن تجربة على الطريق حاجة محترمة جدا جدا. وإن شاء الله الفيديو نال إعجاب حضراتكم وتستفادوا منه، وما تنسناش بالدعم واللايك والاشتراك في القناة، وبإذن الله يعني تطلعوا بالفيديو بحاجة مهمة ومميزة. طبعا احنا عندنا هنا كلمة الفجور على الموتور. تمام. عندك هنا طبعا الكينج. احنا عندنا طبعا المارش هنا مختوم. تمام، زي ما مكتوب هنا مكتوب هنا. تمام. طبعا هنا برضو موجودة كلمة الفجوري. طبعا هنا موجودة على التانك زي ما حضراتكم شايفين بالتفاصيل. تمام. نبص هنا برضو على التانك نفس الكلام. عندنا هنا بقى طبعا المكنة مزودة ببصمة، ولكن أنا فاصل البصمة، لأن طبعا المكنة لما تيجي تدور الواحد لازم يسند لها كده سنة بنزين، أو ممكن ما يسندش، فمش معقولة يعني هدور من هنا وأقعد أدور من هنا، فأنا فاصل البصمة. عندنا هنا علامة النسر زي ما حضراتكم شايفين اهين. تمام. طبعا معروف ان فرامل امامية، هنا كتلة، دبرياش. تمام، كل الحاجات دي عارفينها طبعا. تعالوا بصوا بقى هنا على الشاسيه. تمام. المكنة بس عايزة تتمسح. انا قعدت الم في المكنة دي 3 ايام، 3 ايام تاليين طبعا، وفي مكان مفتوح، وكنت مشغل طبعا جنبها مروحة علشان خاطر الشكمان ما يحمرش او ان المكنة تسخن ونخش في متاهات. فلازم ان الواحد يعني يلين كويس. المهم طبعا معروف الكلام اللي على الكوتش، الختم الاسمر اللي مكتوب عليه بالصين. طبعا معروف الخطوط دي موجودة في اي مكنة. تمام. هنا اليافطة عليها فجوري وعلامة النسر زي ما حضراتكم شايفين. اللهم صل على سيدنا محمد. متنساش بس صلي على رسول الله. تعالوا هنا بصوا في الناحية التانية على الشاسيه، بسم الله ما شاء الله. اللحامات نظيفة، مفيش كلكعة طبعا. الشاسيه هنا بومبيه زي ما حضراتكم شايفين اهون. ده طبعا شحم من مكان التقفيل، لان احنا مقفلين المكنة دي تقفيل على ايدينا، مش تقفيل معرض. تمام.
طبعا هنا المكنة كلها أغلبية المسامير اللي فيها المسمار الزيتي. طبعا المسمار الزيتي ده هتقولي هو ايه الفرق ما بين المسمار الزيتي والمسمار اللي بيلمع، اللي هو النيكل. المسمار ده مميز انه بيعيش اطول فترة ممكنة من غير ما المسمار يحلق. تمام. طبعا هنا في الجنب ده مكتوب هنا كلمة فوجوري، مكتوبة على على التانك، مكتوبة هنا على وش الكهرباء. تمام. طبعا هنا علامة البرو اللي طبعا احنا عارفينها، والعلامة المائية اللي هي العلامة الحمراء. تمام. معروف ان ده الكليبرتير، يعني كلها حاجات معروفة. هنيجي هنا نبص على رقم الموتور، هنلاقيه بيبدأ بكلمة في. تمام. ده الموتور الاستيراد. تمام. هنوريكم برضو هنا حاجة عشان تبقوا واخدين بالكم منها. هنا على الشكمان كلمة فجوري، علامة النسر، صلى على رسول الله. بسم الله ما شاء الله، مكنة محترمة جدا جدا جدا. عن تجربة، الناس اللي كانوا بيقولوا ان الموتور بيسخن، لا الموتور مش بيسخن ولا حاجة. طبعا فترة التليين انت بتشغل ساعة وبتفصل شوية بس تدريجي كده، بتشتغل ربع ساعة وتبطل لحد ما المكنة تبرد. طبعا عندك مروحة مكان مفتوح تشتغل عليها. تمام. واهم حاجة يا جماعة لما نيجي فترة التليين، فترة التليين نبقى رابطين الدبرياج كده. تمام. طبعا هتسألني انت ليه عايز تربط الدبرياج؟ علشان ورق الدبرياج يفتح يقوم والمكنة هي بتلين، يبقى ورق الدبرياج داخله زيت ما بينه وما بين بعضه، علشان خاطر ورق الدبرياج ما يحرقش. تمام. عندنا هنا على الكرسي هون علامة الأسد. تمام. زي ما حضراتكم شايفين على اليافطة الخلفية. طبعا الميكانيكي اللي كان بيقفل كان مبسوط جدا من المكنة ومن الخامة. مبسوط طبعا. المكنة كل حاجة في مكانها، مش اللي هو المسامير مثلا مقصوصة ببعضها او حاجة تقرفه في التقفيل. لا المكنة بسم الله ما شاء الله خدتش معانا وقت في التقفيل. تمام. ان شاء الله باذن الله. ما تنسناش بالدعم والاشتراك في القناة. والمكنة انا لسه طبعا المكنة جديدة زي ما حضراتكم شايفين، لسه ما فيش يعني كيلوهات كتير. معداد 160. انا اقصى سرعة جبتها على المكنة دي 80 كيلو. تمام. والموتور كان كويس، مفيش فيه لا ذبذبة او ان الموتور خشن. الموتور بسم الله ما شاء الله على سرعة 80 كيلو ناعم. وطبعا هتقولي على سرعة 100 هيعمل معانا ذبذبة او غربلة او الكلام من ده. اقولك لا، لان ده بيبان من اول 80 كيلو بيظهر معاك الموتور ناعم او الموتور فيه مشكلة. المكنة قدام حضراتكم اهي جايبها لكم بالتفاصيل من اول الفيديو. تمام. ان شاء الله باذن الله وحول الله وقوته. صلى على الرسول. ما تنسوناش بالدعم واللايك والاشتراك، وان شاء الله نعمل لكم فيديو جديد ينال اعجاب حضراتكم. دمتم في رعاية الله، وما تنسوش تدعوا لاخواتنا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.